السلام عليكم. النهارده ان شاء الله وصفتنا هتكون مكرونه بصوص الفلفل المشوي. هيكون طعم جديد ومختلف، لكن الطعم هيكون تحفه جدا وهيعجبكم ان شاء الله. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا وصفتنا النهارده. واول حاجه هبدا بها هي الفلفل. هجيب عندي حوالي 5 وحدات من الفلفل الاحمر الحلو اللي هو الكبير، وهجيب راس توم كمان. هاخد الجزء اللي تحت علشان تكون مفتوحه بحيث انها ينفع تتشوى، وبعد ما تستوى اخد منها التوم بكل سهوله، يعني افضل التوم بكل سهوله. هجيب كل واحده وهقسمها 2 بالشكل ده، وهجيب المفرش السيليكون وهحطه على صينيه وهرص عليه الفلفل. هحط كمان التوم ما ننساش، وهجيب شوية ملح وفلفل وهرشهم على الفلفل الأحمر، وهجيب كمان زيت زيتون وهحط على هدهن كل الفلفل من فوق، وهولع الشواية وهدخل الفلفل ده تحت الشواية لغاية ما ياخد لون بالشكل ده. وهسلق المكرونة، هحط مية ومعاها معلقة ملح وهسيبها تغلي، وبعد كده هنزل بكيس مكرونة فيتوتشيني أو اللي هي المكرونة الشرايط يعني، وهسيبها تتسلق حوالي 50% بس، علشان هتاخد 25% كمان في الصوص. وكمان المكرونة أنا بحبها تكون ملدنة شوية، يعني جامدة شوية، ما تكونش مستوية 100%، بيكون طعمها أظرف كتير. هجيب بقى كمان دلوقتي 3 من الطماطم وهقطعهم مكعبات كبيرة، وهشيل الأجزاء اللي بتكون فوق دي هرميها، وهقطع كل واحدة تقريبا حوالي من 4 ل6 قطع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، على حسب حجم الطماطماية يعني. هحطهم في بولة أو في طبق. بعد كده معايا حوالي نص كيلو من اللحمة أو أقل، هقطعهم قطع صغيرة بالشكل ده كأني بقطعهم لشاورما زي ما احنا شايفين كده عشان تستوى بسرعة. ومعايا كمان كام قطعة دهنة من نفس اللحمة، خليتهم من اللحمة وسبتهم لوحدهم، وهحط عليهم ملح وفلفل وهقلب اللحمة كلها، وتقدري تحطي كمان ربع معلقة من بهارات اللحمة. هجيب بقى شوية مية من سلق المكرونة وهسيبهم على جنب. انا على فكرة لقيت المفرش السيليكون حاسه بدأ يطلع ريحة كده مش مستحبة، قمت شايلة المفرش السيليكون وسبت الفلفل في الصينية، ما جرالوش اي حاجة، ما لزقش يعني ولا اي حاجة. جبت ووك وحطيت معلقتين من الزيت ومعاهم قطع الدهن اللي انا خدتهم من اللحمة وشوحتهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هجيب بقى دلوقتي الفلفل وهقشره بالشكل ده. انا على فكره غطيت الفلفل علشان يعمل لي رطوبه واقدر ان انا افصل القشر عن الفلفل بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده، وبشيل الاجزاء اللي هي ملهاش لازمه دي. وبعد كده بحطهم في الكبه وبشيل فصوص الثوم بعد ما اتشوت، بطلعها كده من القشر بدوس عليها بتطلع معايا بكل سهوله، وهحط معاهم نص كوبايه ميه وهضربهم كويس جدا في الكبه، او تقدري تضربيهم في درق الخلاط لغاية ما يبقى معايا صوص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي بقى انا حطيت طبعا على اللحمة ملح وفلفل وشوحتها لغاية ما نزلت السوائل اللي فيها ونشفت، فضيتها في بولة. في نفس الوقت حطيت فيه 3 معالق زيت، وحطيت 4 فصوص توم متقطعين شرايح بالشكل ده بالسكينة، او تقدري تفرميهم زي ما تحبي. هحط كمان ال3 من الطماطم اللي قطعتهم مكعبات بالشكل ده، تشويحة بسيطة، وهحط عليهم الملح والفلفل، اظبطي الملح على حسب راحتك، وهحط كمان شوية من الزعتر. هقلبهم تقلبتين، وبعد كده هنزل بالمكرونة المسلوقة. اول ما تحطي المكرونة، علشان هي سبتها شوية بعد ما اتسلقت، هتحسي ان هي مشبكة كده في بعض شوية، لكن هتخلطيها بالصوص هتلاقيها اتفكت لوحدها كلها، وبقت كل واحدة لوحدها، يعني بقت مفلفلة كده يعني. هقلب بقى كل الكلام ده، وهجيب شوية من مية سلق المكرونة اللي سبتها على جنب، وهحطهم مع المكرونة علشان تعمل لي شوية صوص. انا هنا الطماطم مجرد حطها شكل وطعم بس، لكن مش هتعمل لي صوص طماطم. انا هنا معتمدة على صوص الفلفل فقط، وده اللي نزلت بيه، هو ده صوص الفلفل الاحمر، ما فيهوش طماطم خالص. هنزل بقى بيه على المكرونة واخلطها بقى كويس جدا لغاية ما تختلط بالصوص الفلفل كويس جدا. وكمان انا حاطة شوية من مية سلق المكرونة، هتعمل لي شوية صوص حلوين. وده اللحمة الشرايح اللي شوحناها،
هغرفها بقى ازاي؟ هجيب شوية من صوص الفلفل اللي سبتهم على جنب وهنزل بيه على المكرونة. تقدري بقى تعملي في الاطباق كده، تنزلي بشوية صوص من الفلفل وبعدين شوية مكرونة وعليها شوية من فوق، او تقدري تعملي حاجة زي ما انا حطيتها كده في صينية دلوقتي وفردت صوص الفلفل، وبعدين جبت ووك وحطيت باقي شوية صوص الفلفل وعليهم شوية من سلقة مي المكرونة. وبعدين سبتهم يفكوا شوية بحيث ان يخف شوية صوص الفلفل، وحطيته على فوق من فوق الوش. تقدري بقى تاكليها كده او تخلطيها مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني كليها بالطريقة اللي تحبيها. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى من قلبي يعجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوا قناتي سفرة ايدي. سلام عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.